طب هقول لك على حاجه. انت عارف انت ليه بتزهق وما بتكملش في اي حاجه جديده بتيجي تتعلمها؟ لانك يا باشا مش قادر يوصل لك ان اي حاجه جديده بتتعلمها عباره عن 4 مراحل لازم تعدي بيهم. خدهم معايا واحده واحده وافهمهم، علشان لما تعدي مرحله تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه. اي مهاره جديده عايز تتعلمها ايا كانت هي ايه، وليكن السواقه على سبيل المثال، ايه المراحل ال4 اللي بتعدي بيهم؟ اول مرحله قبل ما تعمل المهاره دي بتبقى unconscious incompetent. يعني ايه؟ يعني unconscious يعني انت غير مدرك، ولا انت فاهم السواقه، ولا انت عندك النولج او المعرفه بتاعه السواقه بتتعمل ازاي، وفي نفس الوقت انت ما بتعرفش تسوق. تمام؟ دي اول مرحله لازم تعدي بيها. طب هنقعد بقى وهنجرب نسوق، بيحصل ايه؟ اول حاجه بتبقى كونشيس، يعني انت مدرك، يعني انت مركز، بس تيجي تسوق ما تعرفش تسوق. انا عرفت السواقه واساسياتها وكل حاجه بتتعمل ازاي، بس في نفس الوقت ما اقدرش اعمل، اجي امشي اتلخبط، امتى ابص في المرايه، امتى اعمل الفتيس، امتى مش عارف ايه، اخبط في عربيه كده. فانت لسه ما انتاش كفء في الحاجه اللي انت هتعملها دي. المرحله دي مرحله خطيره جدا، عارفين ليه؟ لانها مرحله الزهق. الزهق من اللي انت بتعمله، لانك مش حاسس ان انت عارف تعمل الحاجه، وبالتالي في ناس كتير بتيأس وبتحبط في المرحله دي فما بتكملش اصلا. طب في ناس بتكمل وبتوصل للمرحله اللي بعديها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي conscious competent، يعني هو مدرك وواعي بالحاجه اللي بيعملها، وفي نفس الوقت بيعملها بشكل كويس جدا. يعني بيعملها وهو مركز، بيسوق تلاقيه قافش مركز باصص في اللي قدامه، ما ينفعش ينشغل بالموبايل، ما ينفعش يبص على اليوتيوب، ما ينفعش يتكلم في التليفون. وغالبا الستات كلها بتقف في المرحله دي. فانت بتيجي في المرحله دي بتبقى حاطط كل تركيزك في الحاجه اللي انت بتعملها، بس بتعرف تعملها كويس. تيجي بقى على اخطر مرحله اللي هي المرحله الرابعه. ايه هي بقى؟ انك تبقى unconscious competent، يعني انت غير مدرك بالحاجه اللي انت بتعملها، بس بتعرف تعملها بشكل بروفيشنال جدا وبشكل قوي جدا. ازاي بقى؟ عمرك شفت الناس اللي بتسوق؟ مش انت بتروح من بيتك لشغلك او من شغلك لبيتك من غير ما تفتكر انت قابلت ايه على الطريق؟ مين اللي عدى العربيات اللي على الطريق؟ مين اللي خد الاشاره اليمين والاشاره الشمال؟ مين اللي كان وهو في نفس الوقت كان بيتكلم في التليفون ومشغول وبيعمل حاجات؟ هو ليه اللاوعي او العقل الباطن بتاعنا بيسوق؟ افهم بقى، من تكرار اللي انت بتعمله في اي حاجه في الدنيا بتتنقل من الوعي للاوعي، وبالتالي تعرف تعملها بمنتهى السهوله، تعرف تعملها من غير ما تحط تركيزك فيها، فتلاقي نفسك بتعمل الحاجه وانت غير واعي. علشان كده تلاقي في ناس كتير من كتر التكرار في الحاجه اللي بيعملوها هم. اديك مثال، انت عمرك جربت تقف قدام ناس؟ على فكره هتعدي بنفس المراحل. واحد ما بيعرفش يعمل برزنتيشن قدام ناس، يحصل ايه؟ لا هو عارف يعني ايه برزنتيشن، ولا يعرف يقف قدام ناس، ولا يعرف يتعامل معاهم، ولا يعرف يهندل اسئلتهم، ولا حاجه خالص. بيتنقل بعد كده المرحله اللي بعديها، عرفنا دول اودينس، دول بتعمل معاهم كذا وبتعمل معاهم كذا، وبتخلي بالك ولو حد سالك بيعمل ايه، وبتستخدم البادي لانجوج بتاعتك والكلام ده كله. هو بقى كونشيس بس ما هوش كومبتنت، هيقف، هيعرق، هيتلخبط، هيتوتر، ده طبيعي جدا. اوعى تقف في المرحله دي، كمل. لان العلاج الوحيد للمرحله دي هو ان انت تكمل في الحاجه اللي انت عايز تحترفها، ملهاش علاج تاني. فتيجي تكمل هيحصل ايه؟ هتبقى كونشيس لانك بقيت بقى ايه؟ سيلف كونفيدنت، وبقيت تعرف تعمل الحاجه. بس هيعيبك في المرحله دي ان انت محتاج تركيزك كله، فيبان ان انت ارتفيشال، يبان ان انت فيك. يعني تيجي تستخدم البادي لانجوج بتاعتك، حتى هتلاقي نفسك بتقول الحاجه كبيره لانك اصلا ما عندكش بادي لانجوج، بس انت بتتعلم تعملها، فباين شكلها ان هي مصطنعه. فنيجي في المرحله دي نحبط ليه؟ المفروض ان احنا في المرحله دي بقى تلاقي اللي يشجعك، يقول لك برافو، يقول لك كمل، يقول لك انت عملت حاجه كويسه، كمل عليها اكتر وهتوصل. لانك لو كملت عمرك في حياتك ما هتفكر بدماغك ايدك بتتحرك ازاي، ولا جسمك ده قاعد دلوقتي ازاي. هتلاقي دايما البادي لانجوج بتاعتك مصدقه اللي انت بتقوله. يبقى سواء كنت بتعمل حاجه هارد سكيل او سوفت سكيل او اي حاجه في الدنيا، القاعده فيها البراكتس ثم البراكتس ثم البراكتس. زي ما بيقولوا كده ايه؟ براكتس ميكس بيرفكت. يعني ايه؟ يعني كل ما تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها اكتر وتبذل فيها وقت طويل وانت بتعملها، هتحترفها بمنتهى السهوله. ويوم ما تيجي الحاجه بقى في السبكونشس بتاعك، يا سلام، وانت كده بتسوق من غير ما تركز يعني ايه سواقه، بتقف قدام الناس تعمل برزنتيشن من غير ما تركز واخد بالي، بتهندل العميل بتاعك وهو عنده مشكله برضه
وانت سب كونشسلي اول ما بيقول لك السعر غالي اوتوماتيكلي بتقول له كذا 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 بشكل سب كونشس جدا. انما مشكله بعض الناس ان هم بيجوا عند مرحله من المراحل ويقفوا، مرحله الزهق، مرحله ان هو مش قادر يعمل الحاجه بشكل كويس فيحبط، مرحله ان هو يعملها بشكل فيك مش قوي قوي فتلاقيه مش قادر يكمل. شوفي عشان كده انا ضد الموهبه تماما، انا ضد الموهبه تماما. اي حد عايز يحترف اي حاجه في الدنيا يجرب يعملها ويفشل، وبعدين يعملها ويفشل، وبعدين يعملها تتعمل كويس بس مش كويس قوي، مش مشكله، كمل فيها اكتر. والله لا تتنقل للسب كونشس وهتلاقي نفسك بتعملها بمنتهى السلاسه من غير ما تجهد ذهنك، وتلاقي سب كونشسلي انت بقيت قوي جدا جدا. نصيحتي ليكم البراكتس، ونصيحتي ليكم اتعلموا اي مهاره جديده، حتى لو كانت في السوفت سكيلز، حتى لو كانت في الكوميونيكيشن، حتى لو كانت في السيلينج، اعرف هي بتتعمل ازاي وابدا اعملها يا باشا واتكل على الله. وده اجابه سؤال الناس اللي كانت بتقول لي احنا مش عارفين نبدا منين. الفيديو اللي فات قلت لك على الهدف تحطه ازاي، الفيديو ده بقول لك بعد ما تحط هدفك شوف المهاره المطلوبه لتحقيق الهدف ده واشتغل عليها بالشكل اللي انا بقول لك عليه ده، هتوصل لنتائج عظيمه جدا جدا. واوعى تستسلم لحد يديك نيجاتيف فيدباك عن اللي انت بتعمله. كمل. انا عارف ان هو واحد بيقول لي انت بتعمل الحاجه دي وحش، عارف ان انا وحش، انا عارف، بس لما اعملها اكتر هبقى احسن، لما اعملها وابذل فيها مجهود هتطور، وده اللي احنا عايزينه. فشباب مهم قوي الاربع مراحل دول، مرحله الكونشيس مرحله الانكونشيس انكومبتنت، ولا انت عارف يعني ايه الحاجه ولا بتعرف تعملها. بعد كده كونشيس incompetent، انت بقيت مدرك وعارف هي ايه بس مش عارف تعملها. بعد كده مرحله conscious competent، انت بتعملها بشكل حلو بس حاطط كل تركيزك فيها. بعد كده اعظم مرحله وهي مرحله انك تبقى unconscious وcompetent في نفس الوقت، لا انت مدرك ولا حاطط تركيزك في الحاجه ومع ذلك بتعملها بشكل قوي جدا وبشكل محترف جدا جدا. بطلوا بقى الهواجس بتاعت ايه، بتاعت اصل دي موهبه وتالنت وربنا خلقني بيها. اشتغل يا باشا على نفسك، اشتغل على نفسك، وربنا يا رب دايما موفق.